بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ عشاق الكبدة بقى، الكبدة بتاعت العربية كده اللي بنبقى شامين ريحتها من على بعد مسافة، اللي بتبقى بقى بالبصل والفلفل، وبتبقى كده حاجة تحفة في السندوتشات، بجد بتبقى خطيرة. النهاردة هنعملها بالطريقة دي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في الوصفة بتاعتنا على طول. بس اللي مش عارفني أتمنى يتابعني، أنا اسمي رانيا. يلا بينا، هاتي بقى الكبدة بتاعتك، انا مقطعاها شرايح رفيعة ورقيقة. شرايح رفيعة ورقيقة علشان تبقى زي بتاعة العربية كده بالظبط. دقيت كده معايا 5 فصوص من الثوم، ومعاهم معلقة كده من هريسة الشطة. ننزل بقى في الطبق اللي هنتبل فيه الكبدة بتاعتنا. اعصري معاهم كده عصير ليمونة كبير، معلقة عصير ليمون كده. وننزل عليهم كمان بقى بشوية التوابل الجميلة بتاعتنا. طبعا عارفين كبدة يعني كمون، يعني 7 بهارات، يعني كزبرة ناشفة. يبقى ننزل بقى بالتوابل بتاعتنا اللي هي عبارة عن نص معلقة من كل حاجة. أول حاجة بنحط الملح بتاعنا، برضو نص معلقة ملح، ما تكتريش من الملح. التوابل بقى كمون، كزبرة ناشفة، رشة من 7 بهارات، وبحط كمان نص معلقة من الفلفل الأسمر. ما تكتريش توابل للكبدة علشان ما تغيريش طعمها. قلبي بقى كل التتبيلة القمر دي كده مع بعض. ننزل بقى بالكبدة. الكبدة طبعا مغسولة ومغسولة بالليمون ومتصفية، انا حطاها في مصفى اهو. انا بحبش ان انا اجيب الكبدة اشتغل فيها على طول. في ناس ما بتحبش تغسل الكبدة. طبعا كل واحد وليه حريته في الاكل. انا بغسل الكبدة وبشطفها كويس جدا بالليمون. بس بقى بنتبلها في التتبيلة الجميلة دي. طبعا بركنها بقى، لو تركنيها ساعتين 3 كده هيبقى الله عليها. بجد بتبقى تحفة لما بتتركن في التتبيلة. انا ركنتها تقريبا ساعتين. نيجي بقى للتسوية. هاتي طاسة كده، انزلي فيها بمعلقة معلقة زيت، وانزلي عليها بقطعة دي كده من الدهن. لو عندك حتة ليا هتخلي ريحة الكبدة مش قادرة اوصفلك الجمال. بكون مجهزة بقى معايا كده بصلتين حلوين مقطعاهم جوليان. ننزل بالبصل. البصل بتاعنا بقى شوحيه تشويحة حلوة كده مع الزيت والدهن. هتلاقي ريحته بقت فظيعة. مش بيتحمر بس، يا دوبك لونه بيتغير حاجة بسيطة كده، يصفر حاجة بسيطة. طبعا انا عايزة نار عالية علشان اول ما ننزل بالكبدة تاخد الصدمة معانا. زي ما انت شايفة بقى كده البصل خد اللون الذهبي الجميل ده. بكون مجهزة الكبدة بتاعتي. ننزل بالكبدة، ما تقلبيش فيها، افردي الكبدة واستني عليها كده 5 لغاية ما تلاقي خدت الصدمة. نقلب بالراحة، مش عايزة ايدي فيها على طول، يا دوبك تقليبة وبستنى. وطبعا زي ما قلتلك لازم نار عالية، ما تهديش النار علشان ما تلاقيش الكبدة نزلت سوايل كده وطريت وبقت مش لطيفة. طبعا احنا حاطين لها كل التوابل، فمش هنضيف اي توابل تاني. هي كده متظبطة معانا خالص. زي ما انت شايفة بقى كده بدأ لونها يتغير. الكبدة بتاعتنا كلها اتشوحت. بكون مجهزة طماطماية واحدة وقرن فلفل بارد وقرن فلفل حار. طبعا لو مش بتحب الاكل سبايسي استغني عن الفلفل الحار. بس طبعا احنا عارفين ان الكبدة بتاعت العربية دي بتبقى معروفة كده ان بتبقى مليانة فلفل وبصل، بيبقوا مدينها ريحة كده. بجد الكبدة بتاعت النهاردة دي كانت فظيعة. بديها كمان تقليبة 5 دقايق بالظبط. وبس على كده بكون مجهزة كده بقى الطبق بتاع التقديم، حاطة فيه فرشة بقدونس، حمرت جنبها بطاطس، وعملنا جنبها سلطة وكلناها بالعيش. أتمنى تجربوا الوصفة بطريقتي، ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.